دكتور، هو انا لو ما بداتش خالص المراجعات كافيه؟ قلبي المراجعات كافيه ووافيه وشافيه، وهي والله العظيم مهما كان مستواك عامل ازاي، فترة المراجعات ان هي كافية جدا 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 بعزيمة وصدق، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى كرمك كرم لا تتخيله. عمرك حسيت انك اتزنقت، مش عارف تكمل، مش عارف ترجع، الدنيا اسودت في وشك، جابت اخر خالص؟ حكاية النهاردة عن سيدنا موسى عليه السلام. طلع ببني اسرائيل من مصر، كان هربان من جيش فرعون. هم يجروا ودول يجروا وراه، دول يجروا ودول يجروا وراه، لحد ما لقى البحر في وشه وجنود فرعون جايين في ظهره. كل اللي كان معاه قال له خلاص لقد أدركنا، اتزنقنا يا معلم، لا هنعرف نكمل فهنغرق ولا هنعرف نرجع فهيقتلونا، واسودت الدنيا في وشهم. سيدنا موسى قال كلا إني معي ربي سيهدين. وهنا كانت اللحظة اللي تبدل فيها الحال. ربنا سبحانه وتعالى أمره إن هو يضرب البحر بالعصا، انطلق البحر وكان طريق النجاة. عزيزي المشاهد، الفيديو ده عشان انت محتاجه اكتر مني بكتير جدا. انت لو ثانويه عامه او اي جي او امريكان او وات ايفر وعندك مشكله كبيره جدا في المذاكره وامتحاناتك قربت، اتفرج على الفيديو ده للاخر عشان والله العظيم انا هنقذك. اللي بيبطئك في مذاكرتك ما بيبقاش انك ما بتعرفش تذاكر، بتبقى انك مبطئ حياتك، سيستم حياتك مش شغال صح، اولوياتك مش مترتبه بطريقه صحيحه، انت مش عارف بينك وبين نفسك انت عايز تعمل ايه، انت بتمشي ورا الاحساس مش ورا الاكشن. يعني انت المفروض ما تبقاش ماشي ورا الموتيفيشن، عشان الويف بتاع الموتيفيشن ده حته اللي ايه ده انا هعمل حاجه انا هبقى كذا، ده بيروح وبيجي كتير جدا. فلو ذاكرت على مودك مش هتلاحظ انك هتذاكر غير مرتين في السنه، اول السنه وفي اخرها بس. ودي كارثه، انت مش هتذاكر حرفيا غير مرتين، في اول السنه واخرها بمعنى الحرف. ليه؟ عشان دول اكتر وقتين تحس انت ايه، اول السنه اللي هو اوبا انا لسه بادئ بقى، نيو يير بقى نيو مي ويلا بينا، واخر سنه اللي هو يا نهار ابيض الامتحانات جايه انا لازم الوك ان ولازم ولازم ولازم. ما بتبقاش في مشكله المذاكره انك ما بتعرفش تذاكر، مشكلتك بتبقى في مشكله السيستم بتاعك ويومك كله. السيستم بتاعك بيتاثر لدرجه انك حتى لو بتاخد الحمام معاك في الحمام، لو بتاخد الموبايل معاك في الحمام، الموضوع ده ممكن ياثر معاك لدرجه مش طبيعيه ويخليك ما تعرفش تركز باقي اليوم. دي حقيقي. صغنطوطه جدا زي نومنا مثلا وموبايلاتنا جنبنا، الحاجات دي كلها اصلا ممكن تاثر حرفيا في ايه، يعني حرفيا في الخلايا العصبيه بتاعتك اول ما بتفوق، فاصلا يومك كله بيبوظ بسبب انك فاهم سيستم غلط. تمشي ورا سيستم صح، سيستم صح يعني اولويات صحيحه، يعني دين بعدين مذاكره بعدين حاجتين تانيين اللي هم عيلتك واصحابك والحاجات اللي انت بتحبها، المفروض دول يبقوا في الاخر مش في الاول. طيب ليه بقى؟ عشان انت دلوقتي في وقت مهم جدا اللي هو وقت المذاكره، الوقت المذاكره ده هو هيديترمن مستقبلك، فانت محتاج تفهم الموضوع ده صح. محتاج تعمله عزيزي المشاهد حاجه بسيطه جدا، انت تعمل حاجه اسمها سبايرال تكنيك. وانا بسمي التكنيك ده سبايرال تكنيك ليه؟ عشان سبايرال دي معناه انك تبدا ستيب باي ستيب، واحده واحده، يعني ما تبداش بالاربع خمس ساعات على طول، ابدا بنص ساعه في اليوم. هتقولي انت بتتكلم بجد؟ هقول لك اه والله العظيم، نص ساعه في اليوم لمده اسبوع هتلاقي النص ساعه دي قلبت ساعتين في اليوم، لمده اسبوعين هتلاقي الساعتين في اليوم قلبت ساعتين ونص، هتلاقي بقى كمان هتلاقي الساعتين ونص دول قلبوا 3-4 ساعات لحد ما يوصلوا ل6 ساعات حرفيا. بدأت متأخر مش هتعرف تاخد ال6 ساعات دي على طول، مخك مش هيعرف اصلا يبقى عنده الريتنشن سبان الطبيعي ان هو يعرف اصلا يمينتين الميموري او تعرف اللي انت تحفظ بسرعه، مش هتعرف عشان انت ما عودتش نفسك انك تعمل كده. تعود نفسك بطريقه صغيره بعدين تبدأ تكبر حبه حبه، هو ده اللي هيحفظك المعلومه وهو ده اللي هيساعدك كويس جدا انك اصلا توصل للايه، للدرجه النهائيه باذن الله. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم. لو انت في ثالثه ثانوي كل اللي طالبه منك انك تسمعني بس وتركز معايا، لا عايز متابعه ولا عايز اي حاجه، بس ممكن تبعت الفيديو ده لواحد صاحبك لو انت في ثالثه ثانوي. اما بقى لو انت مش في ثالثه ثانوي اعمل له متابعه واعمل لايك وابعت لحد تعرفه في ثالثه ثانوي. عشان ما اطولش عليك انا كاتب شويه حاجات عايزك تركز فيهم ولازم تعملهم في خلال الشهرين او مش عارف الصراحه المده قد ايه على الامتحان. اول حاجه بالنسبه للسوشيال ميديا، والله مش هقول لك امسح التطبيقات، امسح الفيس والانستا والتيك توك والحاجات دي، انت براحتك وانت اللي عارف مصلحتك، بس يفضل اللي انت تقلل منهم ويكون وقتهم معروف علشان ما تضيعش وقتك، لان حرفيا الشهرين دول هيعدوا عليك هوا، فحاول انك تستغلهم صح. ده بالنسبه للسوشيال ميديا. بالنسبه للقلق والتوتر، تاني حاجه القلق والتوتر. طبعا الفتره ديت انت بتكون مرعوب جدا. ليه؟ الامتحانات بتقرب وبتحس ان المنهج اللي انت بتذاكره طول السنه بيتنسي، وفي حاجات لسه مخلصتهاش، وفي مدرسين ممكن يكونوا متاخرين، فكل حاجه ديت بتكون متداخله مع بعضها، وحلمك بقى وعايز تدخل طب او هندسه او صيدله او كده، ومش عايز تضيع حلم اهلك وحوارات من دي،
كل الحاجات دي بتخش في دماغك، محدش بيحس بيها غيرك انت، فبتحس بالقلق والتوتر. ده طبيعي جدا، وحاول انك تتعايش معاه ولكن ما يأثرش عليك بالسلب. جميل. تالت حاجة النوم. طبعا لو قلت لك نام 7 ساعات او 8 ساعات او اظبط نومك، الموضوع هيكون شبه مستحيل، لان ده بيكون غصب عنك. انت بتذاكر وبعد ما بتخلص المذاكرة بتنام الساعتين الثلاثة، بتقوم علشان تروح درسك وهكذا، فالدنيا بتكون صعبة. فحاول انك تستحمل الشهرين دول وهم هيعدوا خالص ان شاء الله. فبالنسبة للنوم انا مش عارف انصحك الصراحة، ومش هضحك عليك، ومش هقول لك بقى حاجات تحفيزية والحاجات دي واظبط نومك وانت وانت وانت. لا، النوم فعلا هيكون صعب، بس حاول بقدر الامكان انك تظبط الدنيا وتهندل الدنيا. بالنسبة للعبادة، حاول انك ما تسيبش الفروض وتصليها في وقتها. مش معنى ان عندك امتحانات وعندك مذاكرة وبتروح درس هنا ومن درس هنا ما تحاولش اي حاجة تعطلك عن اداء الفروض في وقتها. وحاول انك قبل ما تنام تصلي ركعتين وتدعي فيهم بنية التوفيق. والله 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 هتفرق معاك جدا. والله والله لو انت محافظ على فروضك وبتأدي فروضك صح، ومثلا بتصلي ركعتين لله بنية التوفيق قبل ما تنام، والله هتفرق معاك. حتى لو انت ما جبتش حاجة، بس هتكون عملت اللي عليك وهتكون مرضي. ده بالنسبة للعباد. بعد كده المذاكرة. الشهرين دول بيكون معروفين ان هما وقت المراجعة. تبدأ تجمع بقى الدنيا، خلاص المواد اللي انت اخدتها ايه اللي انت واقع فيه، وتبدأ تذاكر كويس. بعد كده بتبدأ تحل كتير كتير جدا، وما تخافش لو انت بتحل بتبدأ تغلط عادي جدا. انا كنت بحل مثلا البوكليتات بتاعة الفيزياء، ممكن اكون الامتحان كله حلته غلط، ولكن الغلط ده ببدأ اروح ارجع للدروس وابدأ اذاكرها بالسريع، فبتبدأ المعلومة تثبت. اخش على البوكليت التاني اغلط بالكتير، المعلومات بتثبت، وهكذا لغاية ما تخلص كل البوكليتات وتخلص كل الامتحانات، بتلاقي المادة معاك نوعا ما بدأت تظبط. انا افتكر ان انا كنت بمتحن عند مدرس الله يكرمه ويطول في عمره، كنت بمتحن عنده الصرف النحو. اول امتحان امتحنته عنده كان كله حرفيا بالاحمر، الاسئله كلها بالاحمر. يعني بالاحمر يعني كله غلط. بعد كده بدات اذاكر الحاجات الغلطات وامتحن تاني، الاحمر بدا يخف، تالت الاحمر بدا يخف. على الامتحان ال20 ما شاء الله كنت بزعل لو في احمر صغير بس. فكتر الامتحانات هيمرنك ويدربك ويخليك تذاكر المنهج بسهوله. يعني هل تذاكر المنهج وتقعد تكرر فيه، ولا تحل وتغلط والغلطات تراجعها؟ لا، تحل وتغلط والغلطات تراجعها. وتعود اللي انت تفتح بوكلت وتبدا تحله وتحسب لنفسك وقت. يعني مثلا الامتحان بيكون 3 ساعات، احسب لنفسك ساعه وابدا حل كده بسرعه، واللي تقف عليه عديه وكده، وحاول تفكر كده وتدرب نفسك وتجيب نموذج الاجابه وتحاول تصحح لنفسك بالاحمر. اظن الكل كان بيعمل كده. اخر حاجه الدروس اللي انت بتروحها، لو شايف في درس مفيش منه افاده او بيضيع وقتك، بطل منه عادي خالص. يعني انا جيت في الفتره الاخيره الفيزياء ما لقيتش فيه فايده كويسه ان انا ممكن احل في البيت عادي. الكيمياء كنت بروح لهدف المدرس بيبدا يحل لنا اسئله وبيبدا نتناقش معاه. الرياضه كنت بروح علشان في بعض الامتحانات هو بيحلها بطريقه معينه، فبحب اللي انا اسمعها، وما كنتش بروح معظم الايام. الانجليزي كنت بروحه غصب عني علشان المنهج ما خلص. الاحياء كانت خلصت فما عادش لها لازمه ان انا اروح. اللي مش فاكر ايه مواد الشرعي خلاص انا خلصته فما عادش لها لازمه ان انا اروح. العربي كنت بروح امتحن بس وخلاص. فالدروس اللي انت مش شايف فيها منها افاده بلاش تروحها، واللي شايف منها انها هتضيف لك خليك مكمل فيها علشان تكسب وقت اكتر بجلوسك في البيت. ولو عايزين فيديو للتعامل مع الامتحانات ووقت الامتحانات ذات نفسها ما تترددش وابعت لي. دمتم بخير، ربنا يوفقكم جميعا، سلام.